السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة مهمة جدا وبتتكلم عن التايم. تايم يعني الوقت، ومكملين سوا في سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر حتى الاحتراف على قناتكم English Stamina. حلقة النهاردة مهمة جدا، هناخد فيها طريقتين مختلفتين لنطق الساعة وثلاث طرق مختلفة للسؤال عن الوقت، وفي آخر الحلقة هناخد حرفين جر مهمين جدا. خلوكم معايا للآخر. طبعا لو أول مرة تشوفونا متنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الإشعارات على الكل. عايزة كل اللي يشوف الفيديو ما يبخلش عليا بلايك، علشان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر لأكبر عدد من الناس. أول حاجة عندنا اسمها what is this. يعني ايه what is this؟ بمعنى ما هذا. إذن كلمة ما معناها ايه بالإنجليزية؟ معناها what. طيب لو عايزة أقول ما الوقت، ما الوقت هي what is the time. What is the time؟ ما الوقت. What is the time؟ What is the time؟ ما الوقت. طيب في هنا شوية كلمات مهمين لحلقة النهاردة. أول كلمة عندنا اسمها hour. hour الاتش هنا silent، ما تقولش hour، لا اسمها hour. ساعة، والساعة 60 دقيقة. دقيقة بقى معناها ايه؟ دقيقة يعني minute. minute minute يعني دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. ثانية يعني second. بنفس نطق second الترتيبية اللي هي الثاني، الأول، الثاني، الثالث. second بنفس النطق وبنفس السبيلنج بتاع second ثانية. لو ننزل بقى بالوقت خالص لحد moment يعني لحظة. moment. طيب الوقت بقى معناه ايه؟ الوقت معناه time. طبعا الاي في اخر الكلمة مش بننطقها، تكون silent. طيب عرفنا الساعة وعرفنا الدقيقة والثانية والوقت. ساعة بقى يعني ايه؟ ساعة يعني clock، ساعة حائط او ساعة ميدان. طب لو ساعة يد بقى معناها ايه؟ معناها watch. ساعة اليد watch. طيب ساعة الجيب اللي هي بالمنظر ده بتبقى اسمها ايه؟ pocket watch. pocket يعني جيب. pocket watch ساعة جيب. What is the time now؟ It's 8 o'clock. طيب عرفنا clock وعرفنا watch والباكت watch، ايه بقى حوار o'clock؟ يعني ايه كلمة o'clock؟ دايما بتلاقي الناس بتقولك it's 9 o'clock، انها التاسعة بالظبط. it's 2 o'clock، انها الثانية بالظبط. ولكن الكلام ده مش دقيق. هي o'clock اصلا بمعنى of the clock، ولكن اختصروها وقالوا o'clock، اختصروا ال F بتاعت of وال the، وبقت o'clock على طول بمعنى of the clock. طيب زمان كانت الساعة اختراع جديد، طبعا بدأت عندنا احنا العرب وصلت للأجانب متأخر. فلما كان حد بيسأل التاني مثلا عن الساعة ويقول له الساعة كام، فبيرد عليه ويقول له it's 8 o'clock أو it's 8 of the clock، يعني إنها الثامنة على الساعة. يعني أنا على فكرة غني ومعايا فلوس واشتريت الاختراع الجديد، مش بدائي زيك بستخدم الظل. ونظرا لأن كل الناس بتحب التباهي بممتلكاتها، فاشتهر جدا التعبير ده وبقى of the clock، واختصروه لأكلوك بمعنى على الساعة. وطبعا التعبير ده مش بيستخدم غير على رؤوس الساعة فقط، زي مثلا 8 o'clock 9 o'clock 2 o'clock 3 o'clock، على رؤوس الساعة فقط. يبقى دلوقتي عرفنا ان o'clock هي اختصار لكلمة of the clock اللي هي اصلا بمعنى على الساعة. طيب دلوقتي هناخد 3 طرق مختلفين للسؤال عن الوقت. دلوقتي هناخد 3 طرق مختلفة للسؤال عن الوقت. أول سؤال عندنا وأول طريقة للسؤال هي What is the time now؟ What is the time now؟ ما الوقت الآن؟ طيب الطريقة التانية هي What time is it؟ ما الوقت يكون هو، بمعنى ما الوقت what time is it؟
طيب تالت طريقة وهي do you have the time. do you have the time يعني هل تمتلك أو هل لديك الوقت، يعني الساعة كم معاك. do you have the time. do you have the time. والطريقة التالتة تقدر تقول it's 8 o'clock، أو تقدر تقول yes الأول بمعنى نعم it's 8 o'clock. طيب the long hand is the minute's hand. the short hand is the hour's hand. the short hand is the hour's hand بمعنى العقرب القصير يقرأ الساعات، أو العقرب القصير هو عقرب الساعات. طب لو عايزة أقول إن العقرب الطويل عقرب الدقايق the long hand is the minute's hand. what time is it. ما الوقت يكون هو، أو ما الوقت. it's 7 أو it's 7 o'clock بمعنى إنها السابعة أو إنها السابعة على الساعة. طبعا كلمة على الساعة مش مهمة أبدا، ممكن أقول it's 7 بس عادي. تالت طريقة للسؤال عن الوقت do you have the time. do you have the time. yes it's 12 o'clock أو yes it's 12. ممكن أقول it's 12 على طول عادي، يبقى نعم إنها الساعة 12 أو نعم إنها 12 على الساعة. ممكن أقول إنها 12 على طول. عايزة أقرأ الساعة الموجودة قدامنا دي هقولها إزاي. it's 7:30. it's 7:30 زي ما بنقول بالعربي عادي إنها 7:30. إنها 7:30. طيب 9:30 دي نقرأها إزاي بقى؟ عادي جدا برضو زي ما بنقولها بالعربي it's 9:30. طيب 7:15 عادي برضو زي ما بقولها كده، بس كلمة ربع دي هقول 15 دقيقة، يعني إنها 7:15 it's 7:15. طيب لو ساعة 5:45 it's 5:45. it's 5:45. وطبعا دي أول طريقة اللي بننطق بيها الساعة، بنقولها زي ما بننطقها بالعربي عادي. في طريقة تانية هناخدها دلوقتي. طيب لو الساعة 9:45 it's 9:45. it's 9:45. 9:45. وفي الطريقة التانية هننطقها بس هنقولها بطريقة مختلفة تماما عن دي. الساعة 11:53 it's 11:53. it's 11:53. إنها 11:53. طيب لو عايزة أنطق دي بقى عندنا هنا 0. طيب في الساعة هل بنقول 0 عادي؟ لا مش بينفع نقول 0 في الأرقام. بنقولها ازاي؟ بنقولها it's 3:02. it's 3:02. ندخل بقى على الطريقة التانية إنها الربع بعد الثالثة it's 3:15. it's 3:15 يعني إنها الربع بعد الثالثة. الساعة 3:15 يعني إنها الربع بعد الثالثة it's 3:15. طيب الساعة 5:30 أقولها ازاي؟ نص يعني half، والال silent مش بنقول half. ال هنا silent مش بننطقها، فبنقول it's 5:30. it's 5:30 يعني إنها النص بعد الخامسة it's 5:30. طيب 3:45 يعني فاضل ربع ساعة حتى تصل إلى 4 بالظبط. أقولها إزاي بقى؟ يبقى it's 3:45. طب الساعة 42 معناها إيه؟ يعني it's 2:40. إنها 40 دقيقة بعد 2. it's 2:40. it's 2:40. it's 2:40. it's 2:40. طيب الساعة 8:30 أو 8:30. أقولها ازاي؟
It's 8:30. It's 8:30 يعني إنها 8:30. دي الطريقة الأولى. ممكن أقول طريقة تانية وأقول It's 8:30. It's 8:30 يعني إنها النصف بعد 8. It's 8:30. حاول تقول كده قبل ما أنا أقولها. It's 9:15. It's 9:15. دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية It's quarter. It's a quarter past 9. It's a quarter past 9. It's a quarter past 9. طب 43 دقيقة. It's 40 past 3. It's 40 past 3. أو It's 20 to 4. It's 20 to 4 يعني فاضل 20 دقيقة حتى تصل إلى 4. It's 20 to 4. It's 20 to 4. الساعة 56 دقيقة. It's 50 past 6. It's 50 past 6. أو It's 10 to 7. It's 10 to 7. It's 10 to 7 يعني إنها 10 حتى تصل إلى 7 بالضبط. It's 10 to 7. 45 دقيقة. It's 2:45. It's 2:45 إنها الثانية 45 دقيقة. أو It's quarter. It's quarter to 3. It's quarter to 3 إنها ربع حتى تصل إلى 3. It's quarter to 3. دلوقتي هندخل على حرفين الجر المهمين اللي قلت عليهم في بداية الحلقة. أول حرف عندنا هو at. John wakes up at 6 o'clock in the morning. I have my lunch at 3 o'clock in the afternoon. I have my lunch at 3 o'clock in the afternoon. I have my dinner at 8 o'clock in the evening. بالتالي نستنتج ايه؟ نستنتج ان حرف الجر at يأتي مع الساعة. حرف الجر at مع الساعة يجي قبل الساعة. طيب حرف الجر اللي بعد كده اسمه on هو حرف الجر الخاص باليوم. on حرف الجر الخاص باليوم on Monday. إذا on هو حرف الجر الخاص باليوم. يوم الاثنين اسمه ايه؟ on Monday. ويوم السبت on Saturday.